أهلا بيكم. أوقات بنحس إن كل اللي محتاجينه هو صديق يطبطب علينا في اللحظات الصعبة ويقول لنا إننا مش لوحدنا. بصراحة ده بالظبط اللي بيقدمه مات هيج في كتاب الراحة. النهاردة هنغوص مع بعض في أهم الأفكار اللي في الكتاب ده واللي ممكن تكون فعلا زي نور صغير في آخر النفق. شوفوا، دي الرسالة الأساسية اللي الكتاب بيبدأ بيها. فكرة ممكن تبان بسيطة بس تأثيرها قوي جدا، بالذات في الأوقات اللي بنكون فيها تايهين. يعني حتى في أصعب الظروف، لما الدنيا كلها تظلم، الأمل بيفضل موجود، كأنه حقيقة ثابتة بس مستني اللحظة اللي نرجع نشوفه فيها من تاني. وده بقى بياخدنا لفكرة أساسية جدا في الكتاب، فكرة بتفكرنا إن قيمتنا مش مربوطة بإنجازاتنا أو حتى بمشاعرنا في لحظة معينة، لأ، الفكرة كلها هي إننا نتقبل نفسنا زي ما إحنا بكل قوتنا وضعفنا، والموضوع ده لوحده خطوة جبارة عشان نوصل للراحة. طيب الشعور ده شكله إيه على أرض الواقع؟ الكتاب هنا بيكشف إزاي الاكتئاب ممكن يستخبى قدام عينينا كلنا. الموضوع مش دايما زي ما بنتوقعه، وعشان كده مهم قوي إننا نفهمه صح. وهنا بقى النقطة المهمة جدا. الكتاب بيصحح مفهوم غلط منتشر بين ناس كتير. الاكتئاب مش فشل ولا هو قلة قوة أبدا، هو حالة صحية زيها زي أي حالة تانية وممكن تيجي لأي حد فينا. لما ندرك ده بنبدأ نشيل وصمة العار اللي حواليه. والحاجة اللي بجد تلفت الانتباه إن الكتاب مش بيتكلم عن الحزن العادي اللي كلنا نعرفه، لأ، بيقول إن الاكتئاب ممكن يظهر في صور تانية خالص، زي مثلا فقدان الشغف بالحاجات اللي كانت زمان بتمتعنا، أو أرق مش راضي يروح، أو حتى إحساس بالفراغ من جوه، كأن المشاعر كلها تطفت فجأة. وهنا الفرق واضح جدا. الحزن شعور قوي بنحس بيه بكل جوارحنا، لكن الخدر اللي بيتكلم عنه الكتاب ده حاجة تانية خالص. ده غياب للشعور، حالة عاملة زي الضباب اللي بيغطي كل حاجة. ممكن ما يكونش فيه بكاء، بس فيه إحساس بالانفصال عن الحياة وحتى عن نفسنا. وهنا بقى بتيجي قوة الإيمان بالمستقبل. حتى لو الإحساس الحالي مسيطر تماماً، فكرة إننا نصدق بس إن في أمل في التحسن وإن الوضع ده مش دايم، دي هي الشرارة الأولى اللي بتبدأ رحلة التعافي. تمام، لو الإيمان هو الشرارة، إيه هي بقى الخطوات اللي نمشي عليها؟ الكتاب بيقدم لنا 3 دروس أساسية ممكن نعتبرها أدوات عملية تساعدنا نعدي الأوقات الصعبة دي. بالظبط، 3 دروس أساسية بسيطة في شكلها لكن مفعولها قوي جدا. دي تعتبر خارطة الطريق اللي بيقترحها الكتاب. أولاً، نتعامل مع الأفكار اللي جوانا. تانياً، ندور على الإلهام بره نفسنا. وتالتاً، نبني حوالينا بيئة داعمة. يلا بينا نشوف كل خطوة بتفصيل. نبدأ بأول درس. لما الاكتئاب بيسيطر بيبقى عامل زي نظارة بتخلينا نشوف الدنيا كلها سودة. الأفكار السلبية وقتها بتبان إنها هي الحقيقة وإنها منطقية جداً، لكن في الواقع هي مجرد انعكاس لحالة مؤقتة، مش الحقيقة الكاملة أبداً. الجملة دي ممكن تكون طوق نجاة فعلاً، إننا نفضل نكرر ونفكر نفسنا إن الإحساس ده مش هيدوم للأبد. ده شيء أساسي ومهم جداً. دي مجرد حالة وهتعدي، مش هي دي حقيقتنا الثابتة. وده هو التطبيق العملي. بدل ما نغرق في الأفكار السلبية دي، الكتاب بيقول خد خطوة لورا، راقب الأفكار دي وهي بتعدي كأنها سحاب في السماء. الحركة البسيطة دي بتخلق مسافة صغيرة نتنفس فيها ونبدأ نشوف الصورة أوضح شوية. طيب، نروح دلوقتي للدرس التاني. الدرس ده عن إننا نبص بره نفسنا شوية. لما عالمنا اللي جوه يكون مظلم، ساعات النور بيجي من قصص وتجارب الناس التانية. لما نسمع قصص ناس عدت بتحديات كبيرة وقدرت تكمل، ده بيفكرنا قد إيه الروح البشرية دي قوية. القصص دي مش بتقدم حلول سحرية، لأ، هي بتقدم حاجة أهم بكتير. دليل حي وملموس إن تخطي الصعاب ده شيء ممكن، وده لوحده مصدر أمل جبار. وأخيراً الدرس الثالث، وده بيركز على حاجتين: إزاي نحافظ على طاقتنا وإزاي نبني حوالينا شبكة دعم. والحاجتين دول مرتبطين ببعض جداً. المقارنة دي بتوضح كل حاجة. إننا نتعلم نقول لأ، دي مش أنانية خالص، دي من أهم طرق العناية بالنفس. فكروا فيها كده، كل مرة بنقول أيوة لحاجة مش عايزينها، إحنا بنستهلك جزء من طاقتنا. في المقابل، كل مرة بنقول لأ بحكمة، إحنا بنخلق مساحة للراحة والتعافي وللحاجات اللي تهمنا بجد.
وده بيأكد على أهمية إننا ما نبقاش لوحدنا في التجربة دي، إننا نلاقي ناس حتى لو شخص واحد بس نقدر نتكلم معاه بصراحة. ده بيخفف كتير من حمل العزلة وبيفكرنا إننا مش لوحدنا في الدنيا. وإحنا بنقرب من النهاية، مهم نغير نظرتنا لموضوع التعافي. هو مش خط نهاية بنوصله خلاص، لا، هو رحلة مستمرة محتاجة منا لطف وصبر على نفسنا. الكتاب هنا بيقول نصيحة ممكن تبان غريبة شوية: اقبل الألم، ما تتحاربش معاه، اعترف بوجوده واديه وقته عشان يهدى ويختفي بالتدريج. الفكرة إننا لما بنحارب مشاعرنا إحنا بنديها قوة أكبر، لكن لما بنقبلها بنسحب منها القوة دي. يعني لو هنلخص الاستراتيجية كلها هنلاقيها مزيج من كذا حاجة. أولاً، نحافظ على شعلة الأمل اللي جوانا منورة. ثانياً، ناخد قوة وإلهام من اللي حوالينا. ثالثاً، نحمي طاقتنا كويس، والأهم من كل ده نفضل ماشيين لقدام حتى لو بخطوات صغيرة جداً. المهم ما نقفش. في النهاية دي الحقيقة اللي الكتاب يوصلنا ليها: الحياة عمرها ما هتكون سهلة على طول، فيها طالع وفيها نازل، بس القيمة الحقيقية مش في إننا ما نقعش، القيمة في إننا نقوم تاني بعد كل وقعة ونكمل طريقنا، ويكون سلاحنا في الرحلة دي هو الصبر واللطف مع نفسنا. طيب خلونا نفكر في السؤال ده: إيه هي الخطوة الصغيرة، خطوة واحدة بس، اللي ممكن ناخدها النهاردة؟ مش لازم تكون حاجة كبيرة، ممكن تكون مجرد صفحة نقراها من كتاب، أو رسالة نبعتها لصديق نطمن عليه، أو حتى إننا ندي لنفسنا 5 دقايق راحة من غير أي ضغط. يا ترى إيه هي الخطوة الصغيرة دي اللي هتكون بداية طريق الراحة؟